اهلا بيكم مع سارة عاشور، والنهارده هنتكلم عن قسم كتير قالوا لي اتكلمي عليه، وهو قسم مطلوب جدا في دول الخليج والمانيا. تفتكروا لازم تدخلوا طب او هندسه عشان تبقوا ناجحين؟ عايزه اقول لكم ان تفكيركم غلط. كمان في المستقبل هتفهم ان طب وهندسه مش اخر المطاف، بعد ما كمان تدخل القسم او الكليه اللي انت هترتاح فيها ان شاء الله في المستقبل. النهارده هكلمكم عن قسم مش كتير ناس تعرفه، ويعتبر من اهم الاقسام المطلوبه في المستقبل ان شاء الله، وهو قسم الصناعات الدوائيه. القسم ده انا جايبه لكم معلومات من واحده صاحبتي موجوده فعليا في القسم، اقول لكم كل حاجه عرفتها منها. ايه هو القسم ده؟ القسم ده هو قسم تكنولوجيا الصناعات الدوائيه، التابع لكليه علوم صحيه تطبيقيه جامعه برج العرب. هل القسم ده موجود بس في جامعه برج العرب؟ لا، موجود في جامعة أسيوط التكنولوجية، وجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، وكمان موجود في جامعة فاروس. أولا الصيدلة يعني فهم الدواء وتركيبه، تاني حاجة الهندسة يعني تصميم وتطوير الماكينات اللي بتصنع الدواء ذات نفسه، تالت حاجة وهي التكنولوجيا يعني خطوط الإنتاج والأوتوميشن. يعني الطالب مش بس بيدرس نظري، لا هو بيتعلم ازاي يصنع الدواء من أول لآخر. بيدرسوا ايه بالضبط؟ حسب جدول صاحبتي بتاع الترم الاول في القسم كانوا بيدرسوا بعض المواد اللي هنقولها دلوقتي، وهي اول حاجه كانوا بيدرسوا اساسيات في الفارما، يعني اساسيات الاشكال بتاعه الدواء. كانوا بيدرسوا كمان مايكروبيولوجي، برضو كانوا بياخدوا فيها اساسيات. وكانوا معظم المواد اللي هقولها لكم برضو هي كانت اساسيات تعتبر او حاجه بسيطه، علشان الترم الاول في القسم بتبقى برضو ما بيبقاش فيه ضغط قد كده، عشان بيبقى لسه الطالب داخل يعتبر مواد بسيطة واخدها في الترم الأول قبل ما يتخصص، كان مواد يعتبر من مواد ثانوية عامة. عشان كده كل المواد اللي هقولكوا دلوقتي يعتبر معظمها بتبقى حاجات بسيطة، عشان الطالب لسه بيبقى مستجد أو لسه جديد في القسم. كمان بياخدوا أساسيات في الميكانيكا، عشان الماكينات والحاجات دي بتاعت التصنيع الدوائي. وكمان بياخدوا introduction في الكواليتي، الجودة بتاعة الدواء ذات نفسها. وبعض المواد زي البروفيشناليزم والأخلاقيات المهنية وكده اهو. وبياخدوا برضو facility safety اللي هي سلامة المنشآت الصحية والحاجات دي. التدريب العملي، خليني اقول لكم ان المواد او المحاضرات اللي انا قلتها لكم شوية، او المواد دي فيها محاضرات نظري وورش عملي. المحاضرات دي عشان تطبق عليها عشان تفهم كمان المادة اكتر بتروح معامل وورش. كمان الجامعة عاملة جهود جبارة يعتبر في موضوع التعاونات والشركات وكده، عاملة تعاون مع شركة فاركو، يعتبر من اهم الشركات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وكمان مهتمة جدا بالنظر مع النظري العملي. كمان فرص الشغل، طب بعد ما اتخرج ايه الشغل المتاح ليا؟ على سبيل المثال مثلا ممكن تشتغل مندوب ادويه، ممكن تشتغل في مصانع ادويه، في معامل او ورش في جامعات، معامل بحثيه. يعني الشغل بس مش بيقتصر على خطوط الانتاج، لا هو انت كمان ممكن تشتغل في معامل البحث العلمي والحاجات دي كلها. القسم ده مطلوب كمان دوليا في ألمانيا، مهتمة جدا بفرص الشغل في الصناعات الدوائية والخط الإنتاج والحاجات دي كلها. وكمان موجود الفرص الشغل كمان أكتر في دول الخليج زي السعودية والإمارات، مهتمية جدا بالصناعات الدوائية وخطوط الإنتاج. ليه مهتمية دول أو القسم ده ليه مهتم بيه دوليا أو مستقبله حلو؟ علشان القسم ده بيجمع ما بين حاجتين مستجدتين، وكمان كان صعب قوي الجمع ما بينهم زمان. القسم ده بيجمع ما بين الصيدلة والهندسة، عشان كده هو يعني مش ولا صيدلي ولا هندسي، ولا انت ولا مهندس ولا صيدلي، انت لا انت الاتنين مع بعض. عشان كده بتوفر كتير على الشركات اللي بتطلب يعني حد يبقى فاهم في خط الانتاج وحد فاهم في الماكينات. عشان كده القسم ده مهم جدا. التخصص ده لمين؟ سألت صاحبتي هي ليه دخلت القسم ده او ليه حبته. قالت لي ان وهي في ثانويه عامه كانت بتحب قوي القسم رياضه او قسم علم علوم وعلم رياضه، كانت بتحب الاثنين. فكانت محتاره قوي بتدخل ايه في ثانويه عامه،
بس لما لقيت القسم ده في الجامعه هي حبته جدا وحابه تتخصص فيه، علشان هي اصلا بتحب الرياضه او بتحب الماس، بتحب الساينس. فعشان كده القسم ده بيجمع ما بين الماس والساينس الاتنين في قسم واحد. وهي حبته عشان هي كان شغفها من الاول حب الرياضه والعلوم مع بعض، بس طبعا في ثانويه عامه تتخصص يا اما رياضه يا اما علوم. عشان كده هي لما دخلت الكليه تخصصت فيه وحبته، وان شاء الله المستقبل بتاع القسم ده هيبقى حلو جدا، عشان هو فرص الشغل بتاعته او حاليا العدد بتاع الموجودين من القسم ده قليل قوي، عشان اصلا الجامعه بتاعتنا لسه اول دفعه تتخرج من القسم ده السنه دي، دفعه 26 يعني 2026. فعشان كده بقول لكم ان القسم ده مفيش ناس كتير تعرفه، وعشان كده فرص الشغل فيه عاليه. ايه هي المميزات والتحديات بتاعه القسم ده؟ من كلام صاحبتي وبرده من المعلومات اللي جمعتها ان القسم ده مميز ان هو تخصص حديث ومطلوب، يعني موجود من ضمن خطة التوطين بتاعة الصناعات الدوائية في مصر. عشان كده القسم ده مدعوم شوية من الدولة عشان هو نادر وحديث. اما بقى من التحديات بتاعة القسم ده ان هو طالما حديث يعني مش معروف، فانت او كطالب هيبقى عندك صعوبة شوية ان انت تفهم الناس او تفهم الناس اللي قدامك ان هو قسم ايه بالظبط، عبارة عن ايه بتاع. بس طالما هو القسم ده يعني موجود ومعروف كقسم يجمع ما بين الهندسة والصيدلة، فهو بالنسبة لك هيبقى برضو مبسط شوية في الشرح. اهم حاجة غير ان انت تشرح القسم ده ان هو مطلوب كوظيفة او موجود بره فعليا. عشان كده مش مهم قوي موضوع صعوبة ان هو ان انت تعرف الناس بيه. يعني انا القسم بتاعي حتى الان اللي هو قسم تركيبات الاسنان برضو محدش عارف هو بيعمل ايه بالظبط. عشان كده مش مهم ان اللي قدامك يبقى عارف القسم ده قد ما مهم ان القسم ده يبقى مطلوب في التوظيف ان شاء الله. لو الفيديو افادكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان يوصلكم كل جديد، وده مش هيبقى اخر فيديو من النوع ده علشان الكلية لسه فيها اقسام كتيرة شيقة زيها. وكمان عايزة اقول لكم عشان لسه نتيجة التنسيق ما ظهرتش، ففي اقسام كتيرة ممكن انت ما تكونش مثلا كان نفسك تدخل طب مثلا او اسنان، فلقيت قسم زي تركيبة اسنان عندنا في الكلية ده فانت تدخله. مش هقولك ان انت تبقى طبيب اسنان، بس هتبقى يعتبر بتدرس شبه المواد بتاع كلية طب اسنان. نفس الكلام في هندسة او صيدلة لو كان نفسك تدخلها. هتلاقي برضو قسم الصناعات الدوائية، في برضو قسم اسمه التكنولوجيا المعلومات، وقسم الاجهزة الطبية. الحاجات دي كلها برضو موجودة في الكلية. الاقسام دي برضو هتكلم عنها في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. انا قصدي ان كل كلية او كل كلية يعتبر من وجهة نظرك اللي هي قمة، في برضو كليات تانية شبيهة ليها ممكن تطلع بنفس المسمى الوظيفي بتاعها، او تبقى مثلا شغال زيه. يعني القسم بتاعي تركيبات الاسنان انا بشتغل في معمل، اوكي، فانا الطبيب بيشتغل في عياده وانا بشتغل في معمل. انا بعمل التركيبه ذات نفسها اللي بتتحط في فم المريض او في بق المريض، فانا نفس الفكره. يعني اعتبر انا المواد بتاعتي شبيهه لكليه طب اسنان. عايزه اقول لك يعني ان طب وهندسه او النتيجه اللي ظهرت دي لو مش عاجباك او كان نفسك في مجموع اعلى، عايزه اقول لك ان خالص المجموع مش هيحدد مستقبلك خالص. لازم تقوم وتقف علشان الكليه او اللي انت من وجهه نظرك انها كليه قمه مش اخر المطاف. لازم تقوم تقف وتختار صح عشان ما يفوتش الاوان. واستنونا في بقيه سلسله الفيديوهات بقيه الاقسام. ولو عندك اي اسئله ممكن تكتبها تحت في الكومنتس، وان شاء الله هرد عليكم في الفيديوهات القادمه او هرد عليكم في الكومنتس. وسلام.